يبقى احنا هنتكلم كده خطوة خطوة. أول حاجة هنتكلم على ازاي تلاقي الشغف بتاعك، بعد كده هنتكلم ازاي تستعد تأهل نفسك نفسيا، وتأهل نفسك كتطوير من شخصيتك انك تبقى جاهز لأول ترقية ليك في التسويق. انا مش هتكلم النهارده على الحاجات التانية، بس ممكن اساعدك فيها في تيبس، بس هتكلم اكتر على الماركتنج كالخطوه اللي بعدها. بعد كده هنتكلم في نكست ستيب اللي هي اصعب واصعب الخطوات اللي ممكن تاخدها فيها. والكلام دوت يا جماعه برده جاي من بيرسونال اكسبيرينس، تقدر ترجع لها في فيديو من الفيديوهات، عشان برده انا كنت عرفت نفسي واشتغلت في ايه، والكلام اللي بتكلم فيه ده جاي من انهي خبره. مش هتكلم على اسماء شركات او اسماء اشخاص، هتكلم على خبره موجوده عموما في مجال الدعايه والاعلان ومجال شركات الادويه والهيلث كير، وهتكلم على بعض التجارب الشخصيه من غير ما اتكلم فيها على معلومات سريه بالنسبه للشركات. طيب نتكلم على اول معلومه النهارده. هو انت لو عايز تعرف الشغف بتاعك تعرفه ازاي؟ وهقول لك، او لو انت متلخبط انت مش عارف انت عايز ايه تعمل ايه، وبقالك سنه او سنتين او 3 في مجال الدعايه والاعلان او مجال الشغل في شركات الادويه كميديكال راب، او تسميات المناسبه من ميديكال راب، لان في شركات كتيره بتعمل حاجات حلوه تانية باسماء تانية، يعني بنفس الشغلانه بتصفها بشكل مختلف. فتعمل ايه؟ اول حاجه انت محتاج، لو انت مش عارف انت عايز ايه مفيهاش مشكله خالص خالص انك تجرب. لان انت لو هتجرب النهارده محدش هيقول لك والله بص اصل هو مش عارف هو عايز ايه. طبعا هو الاحسن انك تكون عارف، بس لو انت مش عارف موف فورورد واقعد جرب ايه. هتقول لي يعني ان النهارده يا سلام، يعني انا قدامي النهارده ان اشتغل ماركتنج، بعد كده اشتغل ميديكال، بعد كده اكسس في اقل من سنه وابدا اشفل. في بعض الشركات بتدي الفرصه دي للناس بتوعها، بس النهارده انا عارف انك جاي تقول لي اديني اول خطوه، انا عايز اترقى اول ترقيه، بعد كده اقعد احلم بقى واخد الحاجات اللي بعدها. انا فاهم انت عايز ايه. طيب يعني انت النهارده لو انت شغال في مجال الدعايه والاعلان ولقيت ان الماركتير يعني بيعمل كامبينز وبيشتغل في حاجات مختلفه فيها وشفت السيلز مانجر برضو بيعمل برزنتيشنز حلوه وبيليد بيبل وبيتكلم في الايموشنز بتاعتهم وبيهندل كونفليكتس وبيتعامل مع الدكاتره او مع العملاء بشكل قوي جدا وبشكل يعني محترف، وكل الكلام ده انت شايفه ان هو ممتع وقريب من بعضه. طبعا انا عارف ان ممكن ناس تعارضني في حاجه زي كده، عشان كده التسويق ما فيهوش صح وغلط. انا شايف ان التسويق والسيلز هما مش بعيد قوي عن بعض، هي كلها في الاخر بيزنس. في تفكير شويه استراتيجي لونج تيرم بتبقى انت جايبه في الماركتير. السيلز مش دايما بيبقى مطلوب منه انه يفكر كمان 3 سنين اكتر من انت هتقدر ازاي تطور الاداء وتمانج البرفورمانس في اول سنه. لكن كده كده في الترقيات اللي بعدها بعد اول خطوه في السيلز بيبقى مطلوب منه فوركاستنج بين سنتين والثلاثه، وفي ناس من اول سنه بيبقى مطلوب منهم الكلام ده. فسيبكم من عقده ان السلزاجي مش فاهم حاجه وان الماركتير ده الاسطوري. بس اول خطوه النهارده لو انت مش عارف انت عايز ايه، احنا قلنا في قبل كده في فيديوز هتلاقيها ان انت لو مش عارف انت عايز ايه ما تروحش تاخد ام بي اي في الاول. ابدا جرب الحاجه دي، ابدا اقرا عن الماركتنج، يعني اقرا بره شركات الادويه كده، اقرا لان ريز وجاك تراوت وجاي كونراد ليفنسون. انا في مجموعه من كتب التسويق انا اتكلمت عنهم قبل كده في فيديو من الفيديوهات اللي تقدر تساعدك انك تتعلم حاجات حلوه في التسويق. مش لازم فيليب كوتلر برضو، بس في مجموعه من الفيديوهات. وانا مش بعمل بروموشن لاي حد، لان ناس كتيره من اللي انا قلتهم دول يعني ال ريز وجاك تراوت دول اوريدي باست اواي من سنوات كتيره. طيب المهم انت النهارده تقرا شويه عن الحاجات دي، بعد كده تروح تسال الراجل الماركتير عندكم توبزرف، وريني كده ايه انت بتعمل ايه في اليوم بتاعك النهارده. خد منه 5 دقايق 10 دقايق احكي، اساله هو ايه شغلانه الماركتير ده بيعمل ايه. لان وانت ما عملتش كده وسالت كويس قوي عن الشغلانه شكلها ازاي، هتبقى انت ماشي بالاحلام بتاع الماركتير ده اللي بيعمل الكامبين الخرافيه اللي بتطلع في السماء، ده اللي بيعمل الحاجات المجنونه، ده اللي بيجيب الحاجات اللي في السماء. صح هو ده ممكن الماركتير بيعمل كده، وانا في وقت من الاوقات عملت كامبينز مجنونه، بس ده ماكسيمم 20% من وقتك. 20% من وقتك هتقعد تعمل كامبينز وتعمل ماركتنج كامبين جامده ومطرقعه وحلوه قوي. اغلب وقتك هتكون انت مسؤول عن اداء المنتج اللي موجود عندك. انت النهارده كتسويق مش بتاع انا هعمل الماركتنج، انا هعمل بتاع الاكتيفيتيز، انا بتاع الورد اوف ماوث، انا بتاع ان هكلم الدكاتره واعمل الكامبينز، والباقي على بتوع السيلز. الكلام ده في المشمش، مفيش حد بيشتغل بالكلام ده دلوقتي. انت رقم واحد كواحد شغال في التسويق مسؤول عن اداء المنتج بتاعك، مسؤول عن البرفورمانس بتاعه، مسؤول عن الماركت شير، مسؤول عن الريزلتس بتاعه، مسؤول عن البروفيتابيلتي بتاعته. لو كمان في بعض الشركات بتبقى بتسال الماركتيرز عن حاجه زي كده، وبعضهم بيبقى مطلوب من اللايرز الاعلى منهم البروفيتابيلتي. بس اتليست الارقام والبيع والماركت شير والماركت جراف والايفولوشن اندكس، الارقام دي كلها اللي انا بقولها شركات الادويه عارفينها كويس قوي. ممكن نبقى نتكلم فيها بعد كده في فيديوهات ثانيه يعني ايه الكلام اللي بقوله ده.